فسيخ ورنجة شاهين، طعم هيخطفك ما تعرفش هيوديك لفين. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هنختار 5 منكم يكسب معانا اوردر فري من فسخاني شاهين واوت بوكس فود. فسخاني شاهين مش مجرد طعم، دي خبرة بتتكلم عن نفسها من سنين، من اول قطمة فسيخ لاخر قطمة رنجة. طعم هيخليك تحس بطعم السمك المملح الحقيقي ويرجعك لذكريات زمان. كل اكلة من عند شاهين بتحكي حكاية وتجدد ذكريات. ودلوقتي هنبتدي في اول وصفة من وصفاتنا النهاردة، وصفة الرنجة. يلا نشوف هنعمل فيها ايه. ادي الرنجة اهي كده، بنقطعها بالشكل ده من عند السلسلة من ورا عشان تبقى سهلة التنظيف معانا. اهو بصوا، طبعا بقى في ناس بتحب البطروخ المرمل وفي ناس بتحب البطروخ الطري. انا عن نفسي بحب الطري. نحط ده كده على جنب وننضفها بالشكل ده. السلسلة بتطلع معايا بمنتهى السهولة اهي. وصفة سهلة وسريعة، والرنجة دلوقتي مش بتبقى طريقتها تقليدية زي زمان، في طرق جديدة كتيرة جدا. بصوا بقى معايا، هنطلع الجلد اهو بمنتهى السهولة. تعتبر دي اسهل طريقة ان احنا ننضف بيها الرنجة. هنا خلاص خلينا الرنجة بتاعتنا من اي شوك، وكمان الجلد بتاعها بنقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده. وادي شكل الرنجة بتاعتي بعد ما قطعتها شرايح رفيعة. يلا نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. قطعنا الرنجة بتاعتنا ودلوقتي هنحطها في البولة. الخضار بتاعي سهل ولذيذ. معايا هنا بصل احمر، معايا هنا فلفل حامي، كمان فلفل رومي، وكمان معايا ليمون وشوية من الخل، شوية من الشطة، وكمان شوية من الزيت. هنقطع الاول الخضار بتاعنا وبنحاول ان احنا نقطعه صغير. طبعا الفلفل الحامي ده اختياري. طبعا البصل الاحمر بحبه او بستصيغه قوي في الرنجه وفي السلطات. ما حبيتش ان انا احط طماطم لان الطماطم مهما انا جبتها بتبقى ماسكه نفسها مش طريه شويه، بحس ان هي بتتهري شويه مع باقي الخضار والرنجه. قطعنا الخضار وهننزل بيه على الرنجه. خضار ورنجه يبقى هنحط عليه معلقه كبيره من الخل، شويه صغيرين من الزيت، واخيرا معلقه الشطه. بس كده نقلبهم كويس. عصير الليمون. بس كده، وبكده نكون خلصنا اول وصفة للرنجة. يلا نشوف هنعمل الوصفة التانية للرنجة ازاي. هنبدأ في الوصفة التانية ونمسك الرنجة بتاعتنا كده، بنحاول ان احنا نقطعه شرايح صغيرة، بس دي كمان هنهرسها. يعني انا بعد ما بقطعها دلوقتي كده هنهرسها. وكده هرسنا الرنجة كويس جدا زي ما انا وريتكم بالسكينة، طريقة اسرع واسهل من الشوكة. بنحطها في البولة بالشكل ده. ودلوقتي هنقطع الخضار بتاعنا زي ما قلنا. معايا فلفل بارد، فلفل حامي، كمان معايا البصل الاحمر ودوت احسن بكتير من البصل الابيض، وكمان معايا نص حزمة من الشبت. نقطع معانا الخضار بتاعنا كده. ادي الشبت، قطعنا بصل، قطعنا فلفل، وقطعنا شبت. كده خلاص الخضار بتاعي جاهز ان انا احطه على الرنجة. هنا بقى ممكن احط باقي المقادير بتاعتي. معايا هنا ليمون، معايا كمان خل، معايا زيت، معايا معلقتين طحينة. ونقلب بقى كل الجمال ده كده مع بعضه. كده الطبق جاهز ان انا اقدمه بالشكل ده. وبعد ما خلصنا الرنجة يلا بينا نخش على الفسيخ. الفسيخ مفيش عيد من غير فسيخ، ولو احنا عايزين نعمل فسيخ ومش عارفين نخليه ازاي، شاهين مسهل علينا الحكاية دي خالص. بيقدم لنا، بصوا الفسيخ عاملة ازاي معايا اهي، مخلية خالص. بصوا ازاي، مش هنشيل هم بعد كده ان احنا مش عارفين نخلي الفسيخ بتاعنا. شاهين بيقدم لنا احلى واطعم فسيخ مخلي. بصوا عامل ازاي، هنتعب شويه بس ونشيل السلسله مش اكتر من كده. بصوا لحمه عامل ازاي، زبده زي ما بيقولوا، زبده. خل، ليمون، طحينه، معلقه صغيره بابريكا، حوالي نص كوبايه من الزيت اللي كان منقوع فيها الفسيخ بتاعي اهو. بضربهم بقى كويس قوي مع بعض كده. وكده الصوص جاهز معايا ان انا اضيفه على الفسيخ. نزوقه بقى بشرايح الليمون بتاعي، البصل،
وبكده نكون خلصنا وصفة الفسيخ. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى في السردين. وهنبدأ في السردين ونشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجة بنقطع الراس كده زي الرنجة بالظبط، نفتحه كده بايدينا، لان طبعا السردين بيبقى غير الرنجة، ممكن ان احنا نفتحه بايدينا كده من غير سكينة اهو. بص لحمه عامل ازاي، بص شكله عامل ازاي. بكده خلصنا السردين، هنقطعه على طول قطع صغيرة. السردين من الاكلات اللذيذة قوي، اللي كمان بيبقى لحمها طري وبتبقى مستصاغة جدا زي الرنجة بالظبط. بعد ما قطعنا السردين هنحطه في البولة. ادي الخل، الليمون، شطة وفلفل اسود، طحينة، واخر حاجة معايا البصل الاحمر وكمان فلفل الوان، ونقلبهم كويس جدا. قلبنا السردين بتاعي كويس، يلا بينا نقدمه مع بعض. قلبنا كويس السردين، يلا بينا نقدمه. وبكده تكون خلصت وصفاتي، ولكن ما خلصتش حلقاتي مع اوت بوكس فود. استنوني في وصفات تانية كتير، وما تنسوش لايك، وما تنسوش كمان كومنت كتير وشير كتير، عشان هنختار 5 منكم ياخد معانا اوردر فري من فسخاني شاهين. مستنية تعليقاتكم ومستنية كومنتات كتير وشير كتير، وكل سنة وانتوا طيبين يا حلوين.